أهلا بكم في نشرة جديدة من أخبار الملاعب معاكم حسين صلاح. الاثنين 15 يونيو 2026. أبرز أخبار الكرة العالمية والعربية والمصرية اليوم. نبدأ من كأس العالم 2026. تتجه أنظار الجماهير العربية الليلة إلى المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ومنتخب بلجيكا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026، حيث يعتمد المدير الفني حسام حسن على النجم محمد صلاح ومعه عمر مرموش ورفاقه لتحقيق بداية قوية في البطولة. وفي إنجاز تاريخي جديد، واصل منتخب المغرب نتائجه المميزة بعدما وصل إلى 38 مباراة متتالية دون هزيمة ليحقق رقما غير مسبوق عربيا وإفريقيا، ويؤكد مكانته بين أقوى منتخبات العالم في الفترة الحالية. وعلى جانب آخر، شهدت البطولة أزمة تحكيمية مثيرة بعد استبعاد الحكم الصومالي عمر أرتان من المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم في قرار أثار جدلا واسعا داخل الأوساط الرياضية. أما في معسكر المنتخب التونسي، فتتواصل حالة الغضب بعد الخسارة الثقيلة أمام السويد ب5 أهداف مقابل هدف، وسط تقارير تشير إلى اقتراب رحيل المدير الفني صبري لموشي عن منصبه. ومن إنجلترا، فتحت السلطات الأمريكية تحقيقا عاجلا بعد تعرض بعض المعدات الخاصة بالمنتخب الإنجليزي للسرقة قبل انطلاق مشواره في البطولة، في واقعة أثارت قلق الجهاز الفني والإداري للمنتخب. وننتقل إلى أخبار الكرة الأوروبية. كشفت تقرير صحفية عن اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع الظهير الإسباني مارك كوكوريا قادما من تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وفي إيطاليا، أصبح نادي ميلان قريبا من التوصل لاتفاق نهائي مع المدرب البرتغالي روبن أموريم لتولي القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة. ونصل إلى أخبار الكرة السعودية. تواصل إدارة الهلال دراسة عدد من الأسماء التدريبية الكبيرة، ويأتي البرتغالي فيتور بيريرا ضمن أبرز المرشحين لتدريب الفريق خلال الموسم الجديد. وأخيرا مع الكرة المصرية، أعلن النادي الأهلي رسميا التعاقد مع المدرب المغربي حسين عموت مديرا فنيا جديدا للفريق الأول لكرة القدم، في خطوة تهدف إلى مواصلة المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية. كانت دي أبرز أخبار الكرة العالمية والعربية والمصرية اليوم. معكم حسين صلاح، أشوفكم في نشرة جديدة من أخبار الملاعب.